بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها كذب الرواية التي ألصقت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن الخلافة 30 عاما وبعد ذلك يصبح الأمر ملكا، وفي نهاية الزمان سوف تعود خلافة على منهاج النبوة، أي أن كل تاريخنا الإسلامي تاريخ أسود وسيء، بدءا من سيدنا معاذ بن أبي سفيان كان راجل سيء، والأمويين كلهم سيئين، والعباسيين صلاح الدين الأيوبي كان سيء، محمد الفاتح السلطان العثماني سيء، ألبا أرسلان، يوسف بن تاشفين وغيرهم من حكام المسلمين العظام الكبار، كلهم ناس سيئين وكلهم لم يسيروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فتاريخنا الإسلامي تاريخ أسود وفقا لهذه الرواية المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتشف خلال العرض أنه وضعها راو شيعي نكاية في الدولة الأموية، كان يريد أنه يخرج سيدنا معاذ بن أبي سفيان من الخلفاء الراشدين، فوضع سقف زمني 30 عاما. وبعدين حصلت مشكلة أنه أصلا خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي ليس 30 عاما بل 29 سنة ونصف. فهذه الرواية أدت إلى آثار كارثية، منها انتشار الإلحاد، أنه أي شاب مسلم اليوم بكل بساطة الكنائس تقول له لماذا أنت مسلم؟ تاريخ الإسلام كله سيء. وتأتي بأي معمم شيعي في إيران يقول لك نفس كلام المستشرق الفرنسي أو الألماني، تاريخكم أيها المسلمين همج من أول أبو بكر الصديق إلى وقتنا هذا. طيب، وطبعا احنا الخلاف بيننا وبين الشيعة حاجة بسيطة جدا، احنا بنسير خلف الشيعة في الرؤية السوداوية للتاريخ الإسلامي. تعالوا نبدأ ونرى، وحضراتكم مكتوب على اليوتيوب حديث الخلافة 30 سنة. ستصعقون انه مشايخ كبار بنوا محاضرات وناس كتبت كتب وشوهوا التاريخ الإسلامي كله استنادا إلى رواية غير موجودة. أنا هنشاهد ماذا قال البخاري ومسلم، وقبل البخاري ومسلم ماذا قال القرآن الكريم. الرواية المكذوبة المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم تقول: تكون النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا ثم تكون ملكا جبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وطبعا كثير من الشباب للأسف صار خلف داعش، انه بتاع داعش اعلن ان هو من خلافة على منهاج النبوة يعني هو اعلن انه احسن من صلاح الدين الايوبي واحسن من محمد الفاتح واحسن من كل ألبا أرسلان الى اخره يعني. ثم سكت. طيب تعالوا نبدأ كده. ايه لما نيجي لو افترضنا ان هذا الحديث فعلا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعناها تاريخنا الإسلامي كله سيء، واحنا ليس في تاريخنا الإسلامي شيء مشرف إلا فترة الخلافة الراشدة اللي هي في الأسفل. انظروا يعني فقط الخلافة الراشدة اللي هي استمرت 30 سنة. فإذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام لا يكون له قيمة، لأنه أقام العدل 30 سنة وانقلبنا إلى ظلم وإلى كذا. وبالتالي وفقا لهذه الرواية المكذوبة إن الأمويين دول تاريخهم سيء، التاريخ الإسلامي، العباسيين كذلك، الطوليون، الأغالبة، كل الناس دي مجرمين، يعني الأدارسة، المرابطين، البربر، الموحدين، الأيوبيين، الفاطميين خلاص دول كانوا شيعة إسماعيلية باطنية يعني، الإخشيديين، كل العباسيين، المماليك، والمماليك دي دولة عدل ودولة محترمة، بنو مرين رحمهم الله، العثمانيين الله يرحمهم، وهلم جرة. فإذا نحن تطبيقا لهذه الرواية تاريخنا كله تاريخ من السواد، غير أننا كالمسلمين السنة يختلفون عن الشيعة. الشيعة يقولون هو كله سواد بدءا من الخلافة الراشدة من أبو بكر، لكن احنا بنقول لهم لا، يعني هو كله سواد إلا 30 سنة. فنحن والشيعة شيء واحد يعني، متفقين معاهم يعني. وده مشايخ مسلمين سنة وجالسين على المنابر وبيقول، وأنا أدعو كل شيخ ألقى محاضرة بأنه خلاص الخلافة خلصت عند سيدنا علي بن أبي طالب، أنا أدعوه من باب الشجاعة لله سبحانه وتعالى أن يعتذر وأن يصحح ويلقي محاضرة عكسية. طيب الدليل بتاعنا يا جماعة، تعالوا نبدأ من هذا الجدول. والحديث طبعا أو هذه الرواية اسمها الخلافة 30 سنة ولها صياغات متعددة، وهي رواها شخص واحد فقط اسمه سعيد ابن جمهان. طيب نروح احنا كمسلمين لما نحب نعرف اي شيء صح ولا غلط نسأل القرآن. فاحنا الاول سألنا القرآن،
هل في حاجة في القرآن بتقول إن الخلافة 30 سنة؟ الإجابة لا، لا يوجد في كتاب الله. طب في عكس الكلام ده؟ نعم، في آيات كثيرة عكس هذا الكلام. أنا هستشهد بآية وحضراتكم اكتبوا باقي الآيات. طب نذهب إلى البخاري. إذا احنا اعتقدنا أن القرآن ليس فيه أو المسألة غير مشروحة، القرآن مجمل، فالسنة بتشرح بتفصل القرآن. فنذهب للبخاري. يا عم البخاري، أنت عندك حديث اسمه الخلافة 30 سنة؟ قال لا. طب عندك إيه؟ قال أنا عندي حديث عكسه، أن خلفاء الدولة الأموية هؤلاء من الخلفاء وليسوا ملوكا. فلماذا عميت العيون عن الحديث الموجود في صحيح البخاري اللي بيعتبر أنه الخلفاء الدولة الأموية هم امتداد للخلافة الراشدة لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنهم. نروح لمسلم، الإمام مسلم، صحيح مسلم الكتاب الثاني أو كتاب الثالث في مصدر التشريع في الإسلام، القرآن الكريم والسنة. يا عم مسلم، عندك الحديث ده؟ قال لا والله ليس عندي، غير موجود. طب عندك إيه؟ قال عندي العكس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الإسلام سيبقى عزيزا 12 أميرا. آخرهم مين؟ آخرهم أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك من الأمويين رحمه الله. نذهب للترمذي الكتاب الثالث. أنت عندك هذه الرواية؟ فقال نعم عندي الرواية دي، ولكن هذا الحديث ضعيف. شوف احنا نازلين لي فين يا جماعة. طيب نروح للنسائي الصغرى. احنا عارفين الإمام النسائي عمل كتابين، كتاب جمع فيه كل الروايات، ولما أمير الرملة سأله هل كل هذه الروايات فعلا صحيحة عن الرسول ولا ضعيفة؟ فقالوا لا فيها ضعيف. قالوا طب اعمل لي كتاب للصحيح فقط. فعمل كتاب للروايات الصحيحة اسمه النسائي الصغرى أو المشتبه. طيب أنت إيه رأيك يا عم النسائي؟ فقال أنا أستبعد هذه الرواية، فلم يضعها في كتاب الصحيح النسائي. طيب النسائي الكبرى، الراوي اللي وضعه، لكن الراوي معلول لأنه هو نفس الراوي اللي عند الإمام الترمذي، يعني هو تكرار، خلي بالكم. هو لا هذه الرواية موجودة في كتب ولا في يحزنون. هي راوي واحد اسمه سعيد بن جمهان بيكره الدولة الأموية فقط لا غير، بس فعاوز يشتم سيدنا معاوية ويشتم الأمويين، فوضع رواية وقال وهذا ما قاله الرسول. ايه رأيكم بقى، بتعترضوا على الرسول؟ نروح لأبو داود. ايه يا عم أبو داود؟ قال أنا عندي نفس رواية الترمذي بس أنا بعتبرها صحيحة. يعني رواية الترمذي يقول الرواية دي ضعيفة لم تثبت عن الرسول، لكن الإمام أبو داود قال لا والله أنا شايفها تثبت. ولكن عند أبو داود حديث عكسي، هو نفس الحديث اللي عند مسلم وعند البخاري، وطبعا الروايتين لا تركبها، يا تختار هذه يا تختار هذه. طب ابن ماجه لا يوجد. طيب احنا لماذا سرنا بهذا المنطق؟ وانتبهوا، انت هتجدوا مشايخ كبار كثيرة جدا على اليوتيوب اخطأوا لأنهم لم يتبعوا هذا المنهج. وأي شيخ تسأله في أي مسألة شرعية ولا يبدأ بهذا الترتيب، اعلم ان اجابته قد يقع فيها خطأ، لانه اصلا لابد يتبع طريق صحيح قد يصل الى النتيجة الصحيحة. تقول له والله انت تصور شو ما تفهم حاجة في العلم الشرعي ولا افهم حاجة في العلم الشرعي، بس انا لما بحثت ليه المشايخ الكبار وقعوا في هذه الاخطاء الفاحشة، وانت لما تشاهد معاه تجد ان المسألة فاحشة. يعني انت ازاي بتشتم التاريخ الاسلامي كله، وازاي لا تأخذ بالبخاري، وكيف لا تأخذ بمسلم، ورايح تذهب الى رواية عند الترمذي قال ضعيفة اصلا. فوجدت ان انت لما تسال شيخ يا شيخ ما حكم كذا، يقول لك في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان كذا كذا كذا. اقول له بعد اذنك انت كده بتجاوب غلط. اولا لما تيجي تقول هذا صح ولا غلط، الاول هو ماذا قال الله في هذه المساله في القران الكريم، ثم ماذا قال البخاري، ماذا قال مسلم، ماذا قال الترمذي، انزل بهكذا. فلما تيجي مثلا في مساله المهدي موجوده في القران؟ لا. موجودة عند البخاري؟ لا. موجودة عند مسلم؟ لا. ننزل عند مين؟ نبدأ ننزل عند الترمذي والباقيين. والدكتور بشار عواد معروف، ده عالم حديث كبير من العراق، اكتب على اليوتيوب دكتور بشار عواد معروف، له قاعدة جميلة يعني يقول إذا الحديث موجود في البخاري فممتاز جدا، إذا غير موجود في البخاري فاحنا كده بننزل إلى جيد جدا، الحديث موجود في مسلم. إذا لا غير موجود في البخاري ولا مسلم ضع علامة استفهام. إذا غير موجود في الكتب الأربعة الأخرى ضع علامتين استفهام. طبعا لو أنت رحت للحاكم، الحاكم ده شيعي يعني، بس هو ادعى إنه سني وبتاع
وظل يفبرك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنخصص حلقة لذلك. طيب أنا أقول، لماذا أنا أقول وأنا لست من أهل العلم أنه هذا هو المنهج الصحيح، وأي شيخ يجيب أن هذا حديث صحيح أو خطأ أو أن هذه المسألة موجودة ولا يتبع هذا فهو مخطئ؟ من أين عندي هذه الثقة؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أي حاجة نختلف فيها نعمل إيه؟ نفتح القرآن على طول. إنما تيجي تسأل واحد إيه رأيك في كذا فيجري على طول يقول لك في حديث بكذا. لا يا حبيبي، ابدأ الأول. ربنا هو أمر إلهي، ربنا بيحدد لك المنهج. أي شيء تختلف فيه ابدأ بالله سبحانه وتعالى، ابدأ بالقرآن. فالشيخ الذي يبدأ إجابته دون أن يذكر قال الله أولا، أنت ماشي غلط يا شيخ. فردوه إلى الله والرسول. الأول نشوف هو موجود في القرآن، وبعد ذلك ننزل في البخاري وفي مسلم. شوفوه هكذا. فذلك أنا بقول ده المنهج العلمي، الجدول اللي احنا عملناه، وأنا عملت هذا الجدول استنادا لهذه الآية. إن الله سبحانه يحدد لنا المنهج العلمي لمعرفة الصواب، ما هو الصواب والغلط والخطأ في الإسلام. طيب تعالوا بقى نرى بداية كده قبل ما ندخل في التفاصيل، نرى أحد علماء الحديث، وفي الواقع هو الشيخ مصطفى العدوي. وكثير من والله الروايات أنا أتشكك فيها، أجد الشيخ مصطفى يقول هذه الرواية ضعيفة، هذه لم تثبت عن الرسول. هو والدكتور بشار عواد معروف، والشيخ أبو إسحاق الحويني. الشيخ أبو إسحاق للأسف عالم حديث كبير، لا أجد له على اليوتيوب أي حاجة عن أحكامه عن هذه الأحاديث. يعني ما رأيك يا شيخ أبو إسحاق في المهدي؟ يتكلم ساعة كاملة عن أشراط الساعة دون أن يذكر المهدي. يتكلم ساعة كاملة عن سيدنا معاوية، لا يعني فلا أعرف يعني ما السبب. المهم تعالوا نشوف الشيخ مصطفى العدوي، هو من علماء الحديث. هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد الخلافة الراشدة 30 سنة؟ ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه بعض العلماء، لكني أراه حديثا ضعيفا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا الآن نبدأ وندخل في الموضوع. أول معيار لنا معيار القرآن الكريم. هذه الرواية تخالف القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى يشهد لأمة المسلمين بأنهم إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا يتعارض مع أنه إحنا كنا خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم انقلبت مصيبة. فسيدنا معاوية لم يكن على منهاج النبوة، وقلب أرسلان ولا صلاح الدين، كل حكام المسلمين كلهم كانوا طامعين في الحكم وبيورثوا الحكم لأولادهم. كلهم كانوا ناس سيئة وشريرة. لكن في ناس هيبقوا آخر الزمان هم اللي هيكونوا على منهاج النبوة. فهذا يتعارض مع هذه الآية. وحضراتكم اللي أدرى مني بالعلم الشرعي والقرآن الكريم اكتبوا في أسفل التعليقات الآيات من القرآن التي تتعارض مع هذه الرواية التي ألصقت بالرسول صلى الله عليه وسلم. هنا صحيح البخاري. تعالوا لي الحديث رقم 7222. يقول، بينقل الحديث راوي الصحابي جابر ابن سمرة، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. يعني 12 أميرا يعني خليفة، رئيس دولة، أمير المؤمنين. ثم فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. إذن طبعا رواية البخاري مختصرة ولا يشهد لهؤلاء الأمراء بشيء، لا هم صالحين ولا سيئين. طيب نذهب إلى صحيح مسلم. الإمام مسلم أيضا أورد هذا الحديث. أيضا الحديث له رواية أخرى لكن عن الصحابي جابر ابن سمرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. طبعا أحاديث الرسول تروى بالمعنى، إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. ال 12 خليفة دول خلفاء الراشدة والخلافة الأموية، وآخر دولة وحدت المسلمين الدولة الأموية، رحم الله بني أمية. حتى الدولة العثمانية على اتساعها لم تستطع أن تشمل العالم الإسلامي كله.
يعني تجدوا وسط آسيا كله كان خارج عن الدولة العثمانية، والهند كانت خارج عن الدولة العثمانية. المهم آخر من وحد المسلمين بني أمية رحمهم الله. طيب إذن هنا الخلافة وعزة الإسلام ليست 30 سنة. تعالوا إلى سنن أبي داود. سنن أبو داود أيضا الجزء السادس حديث رقم 4280، أيضا بيروي الحديث عن الصحابي سيدنا جابر بن سمرة ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية قلت لأبي: يا أبتي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. فالرواية تقول أن الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ب12 خليفة، آخرهم مين؟ طبعا الخلافة الراشدين الأربعة وسيدنا معاوية، وبعد ذلك ابنه يزيد، وبعد ذلك عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك الوليد بن عبد الملك، بعد ذلك سليمان بن عبد الملك ابن عم عمر بن عبد العزيز، بعد ذلك يزيد بن عبد الملك، هم آخر الأمراء رحمهم الله هشام ابن عبد الملك رحمه الله. فالصحابة كبروا وضجوا، يعني هللوا. ففرح الصحابة بهؤلاء الخلفاء. ثم تجد كل المشايخ عميت أعينهم عن هذه الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم وسنن أبو داود، ويروحوا لرواية يعني عجب. وهذا لغز. لماذا الإساءة لتاريخنا؟ ولماذا الإساءة تشويه تاريخنا الإسلامي العظيم؟ وأنا يعني في نهاية الحلقة هنضرب أمثلة عظمة الإسلام. حتى عند فساد الحكام كان الإسلام أمة عظيمة والمسلمين أمة عظيمة كما سنتناول. تعالوا يا جماعة نعد هؤلاء الخلفاء. هنجد الخليفة الأول أبو بكر الصديق، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا احنا عشان عقلنا متشيع نقول الإمام علي ولا نقول الإمام أبو بكر، رغم أن أبو بكر أفقه من سيدنا علي وأعلم، هو إمام أصلا. عمر بن الخطاب لا نقول، لكن ده من أثار التشيع اللي هو داخل عند المسلمين السنة. طيب مين الخليفة الخامس؟ الخليفة الخامس هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الخليفة السادس يزيد بن معاوية الذي قتل في عهد سيدنا الحسين وهو بريء من قتل سيدنا الحسين. راجعوا تاريخ الطبري، وحتى رواية أبي مخني في الشيعية نفسها بتبرئه من قتل سيدنا الحسين، وأن هذا تصرف خاطئ. أنت بيبقى وزير داخلية ويجي ضابط شرطة في الشارع يتصرف ويضرب رصاص ولا بتاع، وبين العراق والشام شهر أصلا. فالمهم كل الروايات اللي في كتب التاريخ الإسلامي بتبرئ يزيد من هذا، وأنه يزيد رفض هذا وضد هذا وإلى آخره يعني. طيب مين اللي بعد كده؟ طبعا معاوية الثاني هذا حكم 3 أسابيع فلا يعتد به. بعد ذلك الذي بيوعى بالخلافة عبد الملك بن مروان، ده استقر له العالم الإسلامي. بعد ذلك ابنه الوليد اللي هو فتح الأندلس وفتح باكستان وفتح الصين وفتح آسيا الوسطى. الوليد ولا حد يعرفه لأنه راجل عظيم. وبعد ذلك سليمان، وبعدين ابن عمه عمر بن عبد العزيز، وبعدين نرجع لابن عمه يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك. عندنا 8 وعندنا 4 خلفاء راشدين، فهكذا يكون 12 خليفة. بعد ذلك طبعا الأحفاد، وده يحصل في عهدهم اضطرابات. وطبعا آخر الخلفاء الأمويين رحمه الله مروان، ومروان كان رجلا عظيما لكن ظروفه خلاص. يعني قصة مروان قصة محزنة ومؤلمة. قائد فاتح إسلامي عظيم شجاع مقاتل، ولكن نخبة فاسدة في عهده، وهذه هي نخبة الأحفاد. فانهارت هذه الدولة نهايتها مأساوية يجب أن نتعلم منها لأنها تتكرر في دولنا الإسلامية الآن. طيب تعالوا الآن ننطلق للروايات الضعيفة. نأتي للرواية الضعيفة اللي بتزعم أن الخلافة 30 سنة. نبدأ أولا بالإمام الترمذي. الإمام الترمذي في كتاب الجامع الكبير، والبعض بيسميه الصحيح الجامع، وهذا خطأ. الدكتور بشار عواد معروف يقول، وهذا ما تجدونه في الكتاب، كتاب الترمذي هو كتاب نقدي. يعني تجد الترمذي بيجمع 10,000 رواية كانت في عهده في تلك الفترة. احنا بنتكلم في سنة 250 هجري، فكثر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأئمة الحديث قرروا انه يجمعوا، بعضهم بقى قرر يجمع الروايات زي مثلا حالة البخاري،
أنه يجمع الروايات الصحيحة فقط ويترك الروايات المكذوبة أو الضعيفة. والإمام مسلم. الإمام الترمذي جمع الروايات المشهورة في وقته والمنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب تحت كل حديث أو تحت كل رواية هذا حديث فعلا أنا حكم أنه هو قاله الرسول، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية مكذوبة، ويعني هو بيحكم لأن دي شاعت في ذلك الوقت. فهو كتاب نقدي، وده من ضمن محاولات علماء المسلمين لمنع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. التحقيق الدكتور بشار عواد معروف، عالم كبير في علم الحديث، وادخلوا على اليوتيوب واكتبوا اسمعوا محاضراته لأنه محاضرات مفيدة جدا. وطبعا لما أسسوا في العراق دار للحديث، المخابرات الإيرانية قتلتهم، يعني قتلت تلامذته هناك، لأنه فكرة العقيدة الشيعية الرافضية كلها تقوم على الروايات المنسوبة للرسول. هو لا يستطيع أن يؤسس العقيدة الشيعية الرافضية على القرآن. القرآن ليس فيه حاجة عن ذرية سيدنا محمد ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا شخص علي. يعني سيدنا علي بيرد ذكره ضمن مجموعة السابقون الأولون المهاجرون، يعني المؤمنين، لكن ما في اسم سيدنا علي ولا في خطاب عن سيدنا علي ولا في آية لسيدنا علي بمفرده ولا لأولاده. يعني القرآن ليس دين مجاملات وليس كتاب للعائلة والأسرة يعني كما في المفهوم الشيعي أنه في ملك اسمه محمد فمفروض يورث الحكم لابنه، فما ليس عنده أولاده ماتوا فعنده بنت، فهي البنت بقى الأميرة، والأميرة طبعا بما أنه العرب دول ناس رجال ذكور فزوج بنته هو بقى اللي أصبح الملك، وبعدين الملك علي هيورث للملك الحسن والملك الحسن يورث للملك الحسين، عائلة ملكية. هذه الرواية الشيعية اللي هي بتكذب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان بيؤسس ملك وحكم للعائلة، وهذا حاشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فعل هذا. وأن سيدنا علي كل حياته أنه عاوز يحكم، وسيدنا الحسين كل حياته عاوز يحكم، وسيدنا الحسن يعني كان عاوز يحكم بس الراجل ده طلع سيء فتنازل للخلافة. ليه تنازل؟ والله أصله جبان، أصله يعني كان بأصله يعني. هنا يا جماعة أدي الرواية. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سراج بن النعمان، حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان. ركز بقى في الاسم ده كده، سعيد بن جمهان. عن حدثني سفينة، ركز في الاسم الثاني، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. فإذا هذا الحديث بيستند إلى ينسب إلى صحابي اسمه سفينة. سفينة هو شخص غير معروف الاسم، يعني وفقا للروايات المنسوبة له والله أعلم كانت صحيحة أم خاطئة، أنه هو عبد فارسي كان يخدم أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته بشرط أن يخدم الرسول، فأصبح خادما للرسول مدى حياته، وبعد ذلك يصبح حرا. فهو اللي بيروي الايه، يعني كل يعني تجد في هذا الروايه موجوده في كتاب كذا في كتاب كذا في كتاب كذا عن سفينه. الدكتور طه الدليمي قال له على اليوتيوب محاضره، اكتب طه الدليمي حديث سفينه هتجده. هو يقول ان سفينه ليس صحابيا اصلا، لانه لما سعيد هذا ذهب لسفينه وقال له انت صحابي، قال له انا صحابي. اسمك ايه؟ قال له لا لن اقول لك اسمي. يعني طب امال انت اسمك؟ قال له اسمي سفينه. اسمك سفينه؟ مين اللي سماك سفينه؟ قال له الرسول سماني سفينه. وهتجد بقى على اليوتيوب مشايخ بيتكلموا قصه سفينه مع الاسد، والاسد ارشد سيدنا سفينه الى الطريق. تلاقي قصص كثيره يعني في باب المعجزات عن سفينه. طيب سفينه صحابي او غير صحابي انا ما اعرف، يعني انا لم ابحث هذه المساله. هو سفينه الروايات المنسوبه لا يقول انا صحابي، لكن هل في شيء انه سفينه مثلا اشترك في الفتوحات الاسلاميه، في حروب الرده، في فتح الشام، فتح فارس؟ يعني كان في صحابه اخرين تكلموا ان في واحد اسمه سفينه معاهم؟ ده بحث انا لا اعرف عنه شيء، لكن انا هخليني في سعيد ابن جمهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافه في امته 30 سنه ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينه امسك، يعني تعالى نعد خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي، نعد خلافة علي فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. يعني أنت أمام رواية واحد عدو الدولة الأموية فيريد أن يخرجهم، فهو حسب
مدة حكم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، فوجدها 30 سنة. فعمل رواية بأثر رجعي بقى، وقال لك يبقى إذا الرسول قال كذا. وتجد مشايخ على التلفزيون هذا من الرسول عرف الغيب ومن دلالات النبوة فعمله هو رواية بأثر إيه؟ رجعي. طبعا نود أن نقول أن هذه الروايات ليس لها أحكام فقهية. يعني هي 30 سنة 1000 سنة، أنت يعني لا هي في الحلال ولا في الحرام يا عم، أنت شاغل بالك ليه؟ غير أنك تسود تاريخنا وتسود حياتنا وتجعل الشباب يتجهوا للإلحاد ويقول لهم تاريخكم أنتوا أمة سيئة وأمة كذا. هو الأتراك حصل لهم إيه؟ كتبوا لهم في كتب التعليم الدولة العثمانية دولة مجرمة، دولة قاتلة، دولة ظالمة. الدولة دي أنت إزاي تتحجبها بنت تركيا؟ أنت عايز ترجع الدولة العثمانية الظالمة اللي كانت تظلم النساء؟ الدولة العثمانية كانت تكرم النساء. فجزء من مسألة محاربة الإسلام في تركيا هي محاربة تاريخ الدولة العثمانية، وهذا هو محاربة للإسلام ومحاربة للتاريخ الإسلامي. واحد أنت عندك مشكلة مع بني أمية، تكذب على الرسول ليه؟ طيب إيه المهم؟ إيه رأي الإمام الترمذي؟ يقول وهذا حديث حسن، يعني حديث ضعيف، وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. يعني مين مصدر الرواية دي؟ سعيد بن جمهان. ولا نعرفه إلا من حديثه. يعني يجي لنا آلاف الناس كل واحد يقول سمعت سعيد بن جمهان يقول، واحنا سعيد بن جمهان ده رأي المحدثين فيه. لكن تعالوا ناخد حديث حسن يعني ايه؟ والترمذي يقول حديث حسن، حديث حسن صحيح. حسن صحيح يعني صحيح. حديث حسن فقط يعني ضعيف، ده حكمه هو. تعالوا ناخذ المحقق للكتاب الدكتور بشار عوض معروف، تعالوا نسمع ويقول انه اذا قال الترمذي حديث حسن يعني صحيح وفي حسن، اذا حديث حسن يعني حديث ضعيف. تعالوا شاهد. يعني أنا حققت الترمذي مثلا سنة 96، ايش قد صار له 26 سنة يعني تقريبا. يعني الآن لو أنا أعيد تحقيقه الآن تعليقاتي ستختلف اختلافا جذريا. يعني أنا اكتشفت مثلا أن كل حديث يقول الترمذي فيه هذا حديث حسن يعني ضعيف معتبر. يعني هذا وسويت عليه دراسة ونشرت الدراسة. كل حديث يقول عنه الترمذي هذا حديث حسن فهو عنده معلول بعلة ما أنزله من مرتبة التصحيح إلى مرتبة التحسين. كل أقوال الجرح والتعديل إخواني يراد بها التفرد. كل الأقوال المتقدمين هي أقوال وصفية وليست أقوال اصطلاحية. أهل المصطلح عملوها اصطلاحية وحسنا فعلوا. تعالوا الآن ننتقل إلى الكتاب الرابع في كتب السنة النبوية، هو كتاب النسائي. النسائي كما ذكرنا كتابين، النسائي الكبرى اللي فيه كل الروايات الضعيفة والصحيحة إلى آخره، والإمام النسائي عمل كتاب آخر اللي أخذ منها الروايات الصحيحة وضعها في كتاب اسمه سنن النسائي، وهو المجتبى أو يعرف بسنن النسائي الصغرى. تفتحه تجد أن النسائي قد حذف منه هذه الرواية. يعني النسائي بيقول أنه لا يثق في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده شهادة النسائي. نذهب إلى كتاب النسائي أيضا السنن الكبرى وليس الصغرى بقى، اللي فيها الأحاديث الضعيفة مع الصحيحة إلى آخره. فنجده موجود حديث رقم 8099، وبيقول أيضا عن سعيد ابن جمهان عن سفينة برضه مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. طبعا الإخوة المعاصرين حسبوا الباب بطريقة أدق فوجدوا دول ليسوا 30 سنة 29 سنة ونصف. فالمشايخ يعملوا قاموا مدخلين سيدنا الحسن ضمن الخلفاء وأخرجوا سيدنا معاوية. حاجة مهزلة. وسيدنا الحسن لما الرسول توفى كان عمر سيدنا الحسن 7 سنوات، يعني صغار الصحابة أو من التابعين. سيدنا معاوية الذي قاتل وجاهد مع الرسول واشترك في الغزوات، في غزوة حنين وفي هوازن وفي حصار الطائف وفي غزوة تبوك، وأصحابه كان يكتب الوحي للرسول، وأخته زوجة الرسول، وهو شارك في فتوحات الشام وفتح ساحل الشام ومدن الشام وفتح جنوب تركيا وفتح قبرص. الصين بقى لها 50 سنة مش عارفة تفتح تايوان، هو سيدنا معاوية فتحها. كان راجل عبقري طبعا. طيب
احنا ادي سعيد بن جمهان الترمذي قال الراجل ده احنا الحديث بتاعه ضعيف، واحنا بيجيب احاديث احنا ما بنسمعش الا منه هذا الكلام، متشكك فيه، والنسائي استبعده في الصحيح. طيب تعالوا نروح لأبو داود. هنا سنن أبو داود الجزء السابع الحديث 4647 أيضا عن مين؟ عن سعيد بن جمهان اللي هو الإمام الترمذي رفضه والنسائي رفضه. قال رسول الله وعن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وقال لي سفينة: أمسك عليك، يعني احسب، أبو بكر 2 عمر 10 عثمان 12 سنة علي كذا. قال سعيد: قلت له سفينة إن هؤلاء بني أمية يعني يزعمون أن عليا لم يكن خليفة، لأنه سيدنا معاوية لم يعترف سيدنا علي خليفة، سيدنا عمرو بن العاص، فهو بيشتمهم. فبقول إيه؟ قال: كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان اللي هو كان في عهد الدولة الأموية فيها بني سفيان اللي منهم سيدنا معاوية، وبعد كده أولاد عمهم اللي هيحكموا اللي هم المروانيين يعني. فواضح أنه هو وضع الرواية لأنه هو عنده كان معارض لهذه الدولة فيكذب على الرسول. وهنا في الملحوظات إسناده حسن، يعني ليس إسناده صحيح، ده رواية أبو داود نفسه الإسناد حسن من أجل سعيد بن جمهان فهو صدوق حسن الحديث. الدكتور بشار عبد معروف له شرح كبير، فهو صدوق، فهو ثقة، فأنا لا أريد أن أدخل في النسائي ماذا يقصد بهو صدوق، هل يعني ضابط حافظ كويس ضعيف، ما أدخل في هذا. تعالوا بقى الكاذبة الكبيرة اللي طلعت في تاريخنا الإسلامي وكتبوها لنا في كتب المدرسة أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس الراشد، ودي في الحديث رقم 46 4031. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس بن قبيدة حدثنا عباد السماك سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء 5. يعني الرسول لم يقل الخلفاء 5، ده في قول منسوب لسفيان، قول منسوب لسفيان، والقول مكذوب أيضا. سفيان الثوري عالم كبير. سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء 5: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فكل المشايخ صاروا ورا الفيلم ده، وانت تجد ملحوظة رقم 3 في الهامش: إسناده ضعيف لجهالة عباد السماك. انتوا ألا ترون المسلسلات اتعملت ان عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، المحاضرات المشايخ البتاع، ولما تيجي تقول سيدنا معاوية خليفة يقول لك ازاي بقى معاوية اللي فتح البلدان وأقام العدل وأقام الدنيا. الوليد بن عبد الملك فتح الأندلس وفتح باكستان وفتح الصين وفتح آسيا الوسطى وعمل خادم لكل كفيف وعمل مستشفيات وعمل، يعني جعلت عمر بن عبد العزيز أحسن منهم؟ عمر بن عبد العزيز فتح ايه؟ فتح ادو قريه فتحها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان راجل صالح بيصلي وبيصوم، يعني عباده شخصيه وليس اثره متعدي. يعني ماذا بقي من صلاه عمر بن عبد العزيز؟ يعني ولا حاجه. ماذا بقي من عبادته؟ ولا حاجه. وباقي الخلفاء كانوا بيصلوا ويصوموا يعني. ولكن باكستان مسلمه بفضل الوليد بن عبد الملك والحجاج بن يوسف الثقفي. اسيا الوسطى مسلمه بفضل الوليد بن عبد الملك وقتيبة بن مسلم الباهلي والحجاج بن يوسف الثقفي. المغرب والاندلس دفعت عنها 800 سنه. فانظروا من أين جاء الكذب، رواية ضعيفة تبنى حولها جبال. تعالوا نكمل. نذهب إلى موقع موسوعة الحديث تحت بند ده على الإنترنت سعيد بن جمهان. فالجرجاني قال: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، نفس كلام الترمذي، وأرجو أنه لا بأس به فإنه حديثه أقل من ذلك. أبو بكر البزار البصري مشهور، أبو حاتم الرازي الحديث لا يحتج به. السجستاني قال ثقة، ومرة قال ثقة إن شاء الله، وقال وقوم يضاعفونه. أحمد بن حنبل قال ثقة، ومرة قال اعترض على كلام ابن المديني فيه. النسائي قال لا بأس به، ليس به بأس. العسقلاني قال صدوق له أفراد، يعني محدش بيرو الكلام ده. الذهبي قال صدوق وسط. المهم الساجي زكريا بن يحيى الساجي قال لا يتابع على حديثه، يعني هو بيقول الرسول قال كذا، ما بنسمع هذا الحديث من أحد غيره هو فقط.
يعني ده حاجات راجل حاجات خاصة بيه يعني. وطبعا ده العلماء بيعتبروه بيتشككوا في أمره يعني. البخاري قال في حديثه عجائب يعد في البصريين. طيب وبعدين في يحيى بن معين قال ثقة، يعقوب بن سفيان قال ثقة. نذهب إلى المسند المصنف المعلل اللي حققه الدكتور بشار عواد وعلماء حديث آخرين، المجلد التاسع. أيضا أوردوا عن سعيد بن جمهان وقالوا إن الترمذي بيقول لا نعرفه إلا من حديثه. وبعدين هم بيعلقوا بيقولوا إن هذا أخرجه ابن عدي في الكامل بالرقم هذا في ترجمة سعيد بن جمهان، وقال وقد روي عنه عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره. وكما بدأنا بالقرآن الكريم نختم بالقرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني أنت تقول لواحد ربنا قال كذا، يقعد يقول لك في رواية هو، ويطلع في الآخر تتعقب الرواية موجودة في البخاري يا ابني؟ لا. موجودة في مسلم؟ لا. تجدها موجودة عند فلان، وتتعقب الرواية تجد فيهم واحد شيعي وضع الرواية لصراع سياسي يريد إسقاط الدولة الأموية فأبرك روايات ينسبها للرسول. ما هو إيه اللي حصل؟ لماذا جاء الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في الخلافة الراشدة وفي بداية الدولة الأموية كان الناس صدقين، يعني واحد يقول قال الرسول كذا خلاص قال. لما بدأ بقى الاختراعات والدخول في تفاصيل والناس بدأت تصعب على نفسها قصة البقرة كده في القرآن لبني إسرائيل: بقرة صفراء لا صفراء فاقعة لونها، لا ما مش عارف إيه، نفس القصة يعني. فبدأوا يتشككون في كل شيء بسبب انتشار الكذب. يقول لك خلاص طبعا أقول الرسول قال كذا حسمت المسألة، فنقول الرسول قال الخلافة 30 سنة ثم تكون ملك، فمعاوية ده ملك، ويطلع مؤرخ يكتب معاوية أول ملوك الإسلام والكل يسير خلفه. لا كله يردد كالبغبغاوات، لا أحد يفكك، كلهم فاسدين. صلاح الدين الأيوبي فاسد، قلب أرسلان فاسد، محمد الفاتح فاسد، يوسف بن تشافين فاسد. كل هؤلاء اللي ضحوا واستشهدوا وقتلوا كلهم كانوا طامعين في الحكم وورثوا الحكم لعيالهم. وعشان نفهم مسألة توريث الحكم اكتب على اليوتيوب صبر مشهور توريث الحكم معاوية بن أبي سفيان. أنا وضحت أن سيدنا معاوية لم يورث الحكم، وهذا كذب كبير يعني. فنحن بنحتكم بالقرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأحاديث قال هذه ليست أحاديث لأنها تخالف ما جاء في القرآن، واستشهد بحديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال يا جماعة ده يخالف القرآن، إنه عادي من عاداه ووالي من والاه، لأنه القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فاللي ممكن واحد يقاتل سيدنا علي يبقى مؤمن، هو سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص. وقال انه وانصر من نصره واخذل من خذله، دي الرواية المكذوبة الشيعة حطوها. فقال طيب ما هو اللي حارب مع سيدنا علي ربنا لم ينصره، وربنا نصر سيدنا معاوية وكان بيحارب سيدنا علي، فالواقع يكذبه. يعني الواقع يكذب يعني. حتى ابن تيمية عقل واسع، يعني انت بتشوف الناس الايام دي عقلها محدود. ابن تيمية حتى استند للقرآن لتضعيف الرواية واستند للواقع لتضعيف الرواية. وأنا طبعا استعرضت في حديث الغدير هذا البخاري رفضه ومسلم رفضه، وباقي اللي في ودنا انه الروايات مكذوبة. ناس تذهب إلى مسند الإمام أحمد يقول لك هذا جاء الإمام أحمد بن حنبل رواه. يعني والله عيب يعني. هذا اسمه المسند الإمام أحمد وليس المسند الصحيح للإمام أحمد. فكل واحد جاب له رواية. ما هي إيه المشكلة؟ حصلت إيه؟ الأول قالوا سموا لنا رجالكم. كان الأول كل واحد يقول قال رسول الله فخلاص الناس تصدقوا، لأن العرب كان أصلا عندهم الصدق. يعني اللي يكذب ده يعني كأنه ارتكب حاجة عار يعني. فلما بقى كثر الكذب فيقولوا بقى انت هذا الكلام سمعته من عن الرسول، فدخلنا في مرحلة الإسناد، فبدأ في ناس تفبرك إسناد، فأصبح فالإمام أحمد في مرحلة الإسناد طالما الرواية مسندة فخلاص نضعها في المسند. البخاري قال لا، مسند والرواية صحيحة، وهو ده اللي عمله البخاري وعمله مسلم. ولذلك البخاري ومسلم تقدموا في الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل. والرواية دي أصلا هي موجودة في أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولكن احنا ذكرنا ماذا قال عنها الترمذي والبخاري ومسلم إلى آخره.
أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا عملته عن توريث الحكم ليزيد ابن سيدنا معاوية، أرجو الاستماع إليه وتجدوا أن هذا كذب يعني. وهنا في الفيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة فيديوهات الوثائقيات التاريخية أرجو أن تشاهدوها، وأرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.